بما ان رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نعمل احلى مربى فراوله وازاي تظبطوا القوام واللون بتاعها. بصوا هنا كان تاني يوم، شايفين مسكت نفسها ازاي. عايزه اقول لكم رغم بساطه الوصفه الا ان في شويه حاجات هي دي اللي بتظبط القوام واللون وبتخلي لون المربى كده احمر فاتح مش غامقه، والقوام بتاعها مظبوط ومثالي. وهنحط مكون هيوديها في حته تانيه خالص. يلا بينا نبدا الوصفه. مبدئيا هحتاج كيلو من الفراوله، نقوها تكون كويسه وفريش ما فيهاش اي حاجه بايظه، وتنقوها يكون لونها حلو وتقطعوها قطع كبيره شويه، يعني تقريبا هتقطعوا الفراولايه على 4 قطع. موضوع التقطيع ده اختياري، بس انتوا لو قطعتوها قطع كبيره بيكون شكلها احلى. اهم حاجه ان وزن الكيلو ده يكون صافي بعد ما نشيل القمر. وهجيب الحله اللي هسوي فيها واحط فيها الفراوله. شايفين هي دي التقطيع اللي احنا محتاجينها بالظبط. وطبعا معروف لكل كيلو من الفراوله نص كيلو من السكر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. انا عايزه الفراوله تختلط تماما بالسكر، وبعد ما تقلبيهم مع بعض يا تسيبيهم ساعتين 3 كده تنزل الميه بتاعتها، يا تغطيها وتسيبيها ليله كامله زي ما عملت. الافضل تعملوها من بالليل وتسيبوها طول الليل تنزل الميه بتاعتها، وتاني يوم تسووها. وبعد ما قعدت ليله كامله في السكر ده بقى شكلها. الفراوله نزلت كل الميه بتاعتها. الميه دي مهمه جدا جدا انها تخرج من الفراوله، لان دي اللي هنسوي فيها وهتدينا قوام حلو. ما تستعجلوش عليها في الخطوه دي عشان هي دي اللي بتسرع من تسويه الفراوله وما تخليهاش تقعد كتير على النار. دلوقتي بقى هرفع الحله دي على النار. مبدئيا النار هتكون عاليه وبعد كده هقللها. انا ببدا بنار عاليه عشان عايزه الفراوله تغلي بسرعه، وفي مرحله معينه ههدي النار واخليها وسط. بعد ما الفراوله تغلي والنار عاليه هبدا بقى ان انا اشيل كل الريم اللي بيظهر ده. المرحله دي بتاخد وقت شويه بس مهمه جدا. الريم اللي هو بيتكون في النص بيكون لونه ابيض، اما الرغاوي اللي على جنب دي اللي هي بتبقى لونها وردي ده مش بيكون ريم، دي رغاوي بسبب الغليان. بصوا بقى في المرحله دي بفضل واقفه قدامها واشيل الريم، كل ما يطلع اشيل الريم. كمان النار العاليه بتكون لي الريم بسرعه جدا، فبقدر اشيله. لو خلينا النار وسط او هاديه مش هتطلع لي الريم ده. بصوا بقى هي هنا لسه على نار عاليه وشلت الريم، ولسه في شويه ريم كده في النص هشيلهم كمان. وبعد ما اخلص كل الريم واشيله ههدي بقى النار عليها شويه، مش هخليها هاديه قوي، هخليها وسط. وطبعا مش هغطيها عشان الميه تتبخر منها، وبرده كل ما تكون ريم هشيله. قعدت تقريبا معايا ساعه الا ربع. ما تحاولوش تستعجلوا عليها وتطفوا عليها بدري او تسيبوها كتير على النار. يعني في طريقه كده احنا بنعملها عشان نعرف ان هي استوت خلاص. بنجيب طبق وناخد معلقه كده من الصوص ده ونحطه في الطبق، واسيبه دقيقتين 3 كده يبرد، وبصبعي كده اعمل خط بينهم. لو رجعوا لبعض تاني والخط اختفى يبقى هي لسه ما استوتش ومحتاجه غلوتين كمان. هنا بعد ما عدى عليها تقريبا نص ساعه وحسيت انها بدات تتقل، بس لسه ما نشفتش تماما، لسه عليها ميه وعليها صوص. هنزل عليها بقى بالمكون اللي هينقلها في حته تانية خالص، وهو باكت من جيلي الفراوله. جيلي الفراوله هيعزز الطعم بتاع الفراوله وكمان هيعزز لونها، والاهم انه في ماده جيلاتينيه تقدر ان هي تمسك السوائل اللي زايده من الفراوله دي وتعمل قوام متماسك حلو. فمش هضطر ان انا اقعد الفراوله كتير على النار عشان الميه بتاعتها تقل، لان الجيلي هيمسك كل الميه اللي باقيه دي. وبما اني مش هقعدها كتير على النار يبقى مش هتغمق. غمقان الفراوله بسبب ان هي قعدت كتير على النار فتحولت للون بني. اما بالطريقه دي فانا ما قعدتهاش كتير على النار، وشويه الميه اللي باقيين الجيلي مسكهم. بعد ما اتاكد ان انا دوبت الجيلي كويس جدا هضيف نص عصير ليمونه كبيره او ليمونه كامله لو الليمونه صغيره، واسيبها تغلي 3 4 دقايق على النار كمان، وبعدين خلاص اطفي. برطمان نظيف ومعقم وناشف جدا ما فيهوش نقطه ميه، هبدا ان انا اغرف فيه المربى اللي انا عملتها. هنا هتحسوا شويه ان المربى غمقت، بس ده عشان هي على بعضها وكمان عشان الاضاءه. لما اوريها لكم وهي بتتفرد على التوست، وكمان لما اوريها لكم وهي في نور الشمس هيبان لونها الحقيقي، وهيبقى لونها حلو جدا زي الفراوله كده، ما غمقتش او اخدت لون زياده. بصوا هنا في نور الشمس بعد ما دهنتها على التوست لونها مثالي جدا، عامل زي لون التوت. وكل ده بسبب ان احنا ظبطنا درجه الحراره والتسويه بتاعتها. بصوا ده قوامها، بس ده قبل ما تدخل التلاجة وتبات ليلة كاملة. انا هنا بوريكم شكلها وهي سخنة لسه فيها نسبة سوائل، لانها لسه هتدخل التلاجة وهتجمد. ما ينفعش تكونوا منشفينها تماما قبل ما تدخل التلاجة، فالسوائل دي لما تدخل التلاجة وتمسك نفسها كده هتديني الشكل الحلو بتاع المربى اللي بيكون ناعم وجوه قطع. شايفين لونها حلو ازاي وبتلمع، والقوام بتاعها ولا غلطة. جربوها بنفس النصايح اللي انا قلت لكم عليها وبنفس التكنيك، لان هي مقاديرها ما فيهاش افتكاسة، بس التسوية وانكم تطفوا عليها في الوقت المظبوط هو ده اللي بيفرق جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.